السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل صوتي بعنوان: أفي كل موطن لا تعقلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. والله أنا آسف، ربنا يسامحني إن أنا ما لقيتش غير التعليق ده أقوله على إخواننا أصحاب الاتجاه الإسلامي في مصر. الكلام ده كعب بن أسد اللي هو زعيم يهود بنو قريظة اللي خانوا العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أو الأحزاب، ولما حكم عليهم سيدنا سعد بن معاذ بالقتل، وكانوا يجيبوهم أرسالا كده، مجموعات ويقتلوهم في سوق المناخة النهاردة اللي موجود في السعودية ده، وهم بياخدوا منهم أرسال كده يقولوا لكعب بن أسد بتاعهم: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ هو هيعمل معانا ايه؟ قال لهم: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أفي كل موطن لا تعقلون؟ ما انتوش شايفين اللي بيحصل؟ واللي بيحصل واضح. قلنا ده مجلس عسكري مجرم متآمر على الثورة وخائن لمبادئ الثورة، ونزلت 36 بند مش هقولهم تاني، حتى عملتهم بالكتابة عشان اللي ما بيسمعش يقراهم. وجم اخواننا نزلوا يوم 18/11، وكانت فرصة العمر ان احنا نزيح هذا المجلس، وسمعنا تبريرات: دول بيجيبوا رجلينا، ده هتبقى فتنة، ده مخطط. واللي حصل ايه؟ اللي حصل زي ما شفنا، شباب نزل وانضرب واتعجن واتطحن، وكان المفروض نقف معاهم، سواء كنا هننزل مش هننزل. لما نشوف الضرب في اخواننا كده ايا كان اتجاههم لازم نقف معاهم. لا، ما نزلناش، وقلنا عشان الانتخابات، اصل اهم حاجه الانتخابات، هو اللي عمل الانتخابات، اصل هم عايزين يعطلوا الانتخابات. وقلت ايامها: ايه قيمه الانتخابات والبلد لا فيها امن ولا فيها امان والشرطه مش نازله؟ ايه قيمه الانتخابات وده مجلس عسكري متآمر خائن، خونه والله العظيم، اقسم بالله خونه للثوره، خائنين للثوره ولمبادئ الثوره. يا اخوانا دول اعدائكم، ولا هيمكنوكم من انتخابات، وان مكنوكم من انتخابات برضه مش هيخلوا قيمه الانتخابات صفر، ولا ليها لازمه خالص. ازاي؟ بدأوا يقول لك: طيب هنخليها يوم تاني، والسنه دي هتقعد في المقرات الانتخابيه، ويطلع وزير الداخليه اللي اتشال يقول لك: لا، انا مهمتي الحمايه من الخارج مش من الداخل. وبعدين قطعوا الانتخابات على 3 مراحل. لكن لما وقفوا الاخوه وقفه متينه بقياده الاخ الحبيب البطل الشيخ حازم، عملوا ايه؟ كانوا مضيين الدراويش قبل كده على ايه؟ على سنتين، يدوهم الحكم سنة 2013. نزلوا غصب عنهم وقالوا في يونيو اللي جاي، مش 2013، يونيو 2012 اللي جاي ده. يعني كنا ممكن نضغط عليهم، والله يا اخوة نضغط عليهم، مفيش حاجة اسمها ده مخطط ولا مؤامرة. مش هيقدروا على 8 مليون بينزلوا في الساحات، وكانت فرصة عمرنا. قعدنا نقول الانتخابات، طب اديكوا نجحتوا في الانتخابات، ولسه المرحلة الثانية والثالثة يا عالم هيحصل فيها ايه. لان في قاعدة هندسية بتقول المثلث له 3 اضلاع، اي ضلعين، بقول اي ضلعين في المثلث مجموعهم لابد ولازم وضروري وحتما يكون اكبر من المجموع الاولاني. اعمل مثلث باي طريقه انت عايزها واجمع ضلعين منه، لازم يطلعوا اكبر من الضلع الثالث. في هذه المرحله الاولى، لسه في الثانيه والثالثه. طب ما عملوا نفس الحركه معايا لما نزلت سنه 87، ما انا نزلت مجلس الانس سنه 87، واخواننا اللي كانوا منزليني وخط الاصوات وهم خدوا الكرسي الله ينتقم منهم. عملوا ايه؟ كانوا 3 مقرات: الرمل، المنتزهه، والطابيه. خلوا المنتزهه بحق ربنا، مفيش
نص صوت اتزور، ومسكوا في الرمل ومسكوا في الطبيبه وزوروها وخلاص انتهت. وده اللي ممكن يحصل في الثانيه والثالثه. طب انا هفترض عشان تعرفوا ان احنا سذج، وفي كل مره لا نعقل يا ناس افهموا بقى. هفترض ان احنا هناخد الجوله الثانيه والثالثه كمان، وهفترض ان احنا خدنا المجلس كله بتاع مجلس الشعب، خلاص كله. هرجع اقول الكلمه اللي قالها كعب بن اسد زعيم يهود بنو قريظه: افي كل موطن لا تعقلون. ايه اللي حصل؟ اسمعوا التصريحات الاول عشان تعرفوا ان كلامي عندي حق ولا لا. واحد يا سيدي الملا ده لواء بتاع المجلس العسكري، وبيصرح لجريدة الواشنطن بوست، مش هنا لا، يوم الاربعاء، بيقول لهم ايه؟ اسمعوا في كل مرة لا تعقلون. البرلمان المقبل اللي هو مجلس الشعب اللي انتوا عايزين تركزوا عليه، وما نزلناش عشان مجلس الشعب. البرلمان المقبل لن يكون ممثلا بدرجة كافية لكي يشرف على اعداد الدستور القادم بمفرده. ولهذا المجلس العسكري هيعمل ايه؟ هيشكل المجلس العسكري مجلس ليراجع تأثير المتشددين المتطرفين الدينيين على هذه العملية. في وضوح اكتر من كده؟ مين هم المتشددين المتطرفين الدينيين؟ اللي نجحوا في المجلس. طب مين اللي نجحهم يا غبي؟ مين اللي نجحهم انا عايز اقول يا بني ادم، مش عارف تطلع مني. اسمع تاني بيقول ايه سيادة اللواء الملا يا سيدي: ما نراه اللي حصل في الانتخابات الاولانية دي هو انتخابات نزيهة وحرة. طيب وما انا عايز ايه؟ لكنها بالطبع ليست ممثلة لكل قطاعات الشعب. يا سلام، الانتخابات اللي حصلت دي مش ممثلة لقطاعات الشعب. مش ده الانتخابات 40 مليون في مصر بينتخبوا، دي مش ممثلة لقطاعات الشعب. اسمع يا سيدي، بيقول الكونجرس الامريكي: ليس لدينا مشكلات اقتصادية وامنية، والظروف هنا تختلف يعني غير عندكم يعني. بيقول: حينما يكون البرلمان مستقرا وممثلا حينها يمكن اختيار ما يريد، لكن بالنسبة للوضع الراهن لابد لكافة قطاعات الشعب ان تشارك في كتابة الدستور المقبل. قطاعات الشعب؟ امال قطاعات الشعب انتخبت مين؟ ده دول مش هنا. والله العظيم انا عجبتني كلمة واحد بيقولها، بيقول لك: دول عيونهم في ادبارهم. وطبعا ده مش كلامه هو بس، اسمع كلام اللي هو عثمان قبله بيقول ايه؟ بيقول ان البرلمان المقبل، بص يا سيدي اسمعوا يا في كل مرة لا تعقلون. بيقول ان البرلمان المقبل لن يكون من حقه اختيار الحكومة وتشكيلها ولا محاسبة الحكومة. امال ده برلمان ايه؟ ده برطمان اظن، ده مش برلمان. تاني بيقول لك البرلمان اللي هيجي، عشان عارفين ان فيه مسلمون، لن يكون من حقه اختيار الحكومة ولا تشكيل الحكومة ولا محاسبة الحكومة. يعني ايه طراطير دول؟ طرابيش؟ يعني كأنه بيقول ان الشعب المصري كله اهبل وعبيط وهم اللي بيفهموا. هم كده العساكر في دماغهم حاضر يا فندم، نعم يا فندم، بس ما فيش اكتر من كده. تعال شوف كمان بقى، هم شكلوا دلوقتي المجلس اللي عايزينه يبقى موازي لمجلس الشعب. ده بقى اللي اختاروه عشان ايه؟ عشان يلغوا بيه مجلس الشعب، عشان يلغوا اخواننا اللي قاعدين يركزوا مرضوش ينزلوا ويقول لك عشان الانتخابات اهم حاجه الانتخابات، كانوا عايزين ياخروا الانتخابات. افي كل موطن لا تعقلون. شوف يا سيدي، المجلس العسكري المتآمر الخائن لمبادئ الثورة عمل مجلس استشاري عشان يلغي بيه مجلس الشعب. طبعا قبل ما يجي اهو شالوا منه شيخ الازهر وشالوا منه كل الرموز الاسلامية، حتى المستشار البشري اللي هم اختاروه قبل كده ويكون لجنة في وضع الدستور شالوه. حطوا مين بقى يا سيدي؟ ساويرس. ومش هتكلم عن ساويرس، كلنا عارفين صليبي حاقد نجس
حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، وشركاته متهمه بالتخابر مع اسرائيل. وده اللي كان بيقول لك انا بحب الخمره بشرب خمره ومش عايز الجماعه المسلمين ينجحوا في مجلس الشعب لان مراتي بتلبس تنوره قصيره، يعني مركب قرنين الطرطور، مركب قرنين الطرطور، كلمه تانية احنا عارفينها في مصر. امال اختار مين؟ ده اختار نقيب المحامين عشان ناصري ويساري. طب ما جابش معاه نقيب الصحفيين؟ لا، عشان عنده شويه ميول اسلاميه كده يعني. هكرر تاني، افي كل موطن لا تعقلون؟ يا ناس قبل الانتخابات، قبل ما يحصل اي شيء فيك يا مصر، لابد ولازم وضروري وحتما يتشال المجلس ده. تطلع مصر كلها زي ما طلعنا في 25 يناير، نلزق في الارض في التحرير وفي المحافظات كلها. لابد ان يتشال هذا المجلس المتآمر على الثورة، المجلس العلماني اللي يكره الاسلام ويكره المسلمين ومش عايز يطبق الشريعة الاسلامية ولا عايز يخلي مسلمين في مجلس الشعب. حسبنا الله ونعم الوكيل. افي كل موطن لا تعقلون؟ يا رب يعقلوا يا رب، يا رب يعقلوا يا رب. وجدي غنيم 11/12/2011.